اش هادشي واقع السي وهبي؟ خليتي القنوات المغربيه ومشيتي للقنوات الاجنبيه، فكيفاش تصريح وهبي اللي ما كانش متوقع نهائيا؟ وكأن المشكل ديالو ماشي مع الشعب المغربي انما مع شعوب اخرى. ما الحكومه بقات غير كتخربق؟ شنو قصه تصريح سناء رحيمي اللي ممكن ياثر على مسارها المهني؟ واش بصح ان الوزراء كاملين عيطوا ليهم باش يديروا معاهم لقاءات مباشره ولكن تفاجئوا بالرفض؟ وعلى السي وهبي خلى كاع القنوات المغربيه ومشدوها مع قناه اجنبيه. وهبي فعلا فاجأ المغاربه في التصريح ديالو للقناه العربيه، قال بكل بساطه ربما ان الحكومه اخطات ولكن جاري تصحيح الامور. وانا شخصيا كنقول لك السي الوزير انت محتاج انك تبرهن لشعب اخر شنو واقع في بلادنا. وثانيا قنواتنا اولى بها التصريحات اللي صونات لكم وبغيتيش تجاوبها، وانا جايكم بالدليل باللي ان القنوات المغربيه صونات الوزاره ولكن كاملا رفضوا. وزاد وضح السي الوزير وقال لك حنا ما نقدروش نرضيو المغاربه جميعا، على ما اظن ان الحكومه ديالكم ما قدرش حتى ترضي الاقليه. وزاد كمل السي بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومه اللي قال في تصريح جريء انه حتى شي حد ما باغي الحكومه تمشي بحالها. الا ما كان حتى واحد باغي الحكومه تمشي بحالها فوريني واحد باغي الحكومه تبقى من غير سياسيين. ولكن انا جايك القنوات اللي كانوا يدافعوا عليكم البارح اليوم جاوا باش يفرشوكم حيت عرفوا الحقيقه ديالكم، وهذا المره الواقع غيكون مر على الحكومه المغربيه. سناء رحيمي اعلاميه اللي معروفه في دوزام والنص ديال جال زيد كبر معاها، اليوم كتنصل من هويتها الاعلاميه وامام الكاميرا وفين في دوزام خرجت فرستكم واحد بواحد. وهذا الشيء اللي غادي يخلي المغاربه انهم يخرجوا ويشكروا سناء على هذه المعلومات اللي قدمت لهم، حيت فعلا ما كانش في اخبارهم بزاف د الحوايج. وكاين اللي قال كلمه شكر قليله في حقها. اليوم سناء كانت الصوت اللي عبر على جيل كامل، جيل كيحس وكيتألم، دوات بصدق ودوات بثقه وتحملت بها مسؤوليه الكلمه، ما جاملتش الواقع وما هرباتش من الحقيقه. بكل شجاعه كل شيء كيفتخر بهذه الاعلاميه وكيصفق لها. ولكن شنو الكلام اللي قال سناء رحيمي وخلات المغاربه كاملين يوقفوا يصفقوا له؟ ومعروف على ان المغاربه ما كيصفقوش لاي اعلامي. بكل بساطه قالت انا كنتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام بصفتي كاعلاميه وفي بث مباشر على دوزام. سناء انتقدت ازمه التواصل مع الحكومه، قالت بعباره صريحه فما يمكنش الوزير يعيط لنا غير من يبغي يدشن شي حاجه، والنهار اللي يكون حدث بحال هذا كنعيط في التليفون لجميع الوزراء ولكن كاملين ما كيجاوبوش. ما كناش عارفين السي الوزير باللي في التدشين كتعيطوا للقنوات الاعلاميه، وما كناش عارفينكم السي الوزير ما كتجاوبوش على المكالمات الهاتفيه. الناس اللي تفرجوا في هذا البث شافوا سناء رحيمي كيفاش كانت كتدوب بحرقه، قالت بعفويه انا عندي جيل زيد في الدار، ودوت بصدق امام الكاميرا. هذا الشيء اللي خلى المغاربه يتسائلوا. كاين اللي قال انه ممكن هذا التصريح ياثر على مسار المهني لسناء رحيمي ويجبد لها صداع مع الوقت. ولكن هذه المره ماشي غير سناء رحيمي اللي بوحدها كانت كتكلاشي فيكم، بل كانوا ضيوف قدروا انهم يوصلوا صوت الشباب. كان واحد الضيف في هذا الحوار سميتو حمزه فاضل خرج طولو عرض في الحكومه وبين باللي ان الحكومه فعلا فاشيه وما قدرش تلبي مطالب الشعب، وكل شيء شاف فيه صوت الشباب. اليوم طرحت عليه سناء رحيمي واحد السؤال وقالت بحالات كنتي انت مسؤول وعندك شعارات القياده شنو دير في هذا الحال؟ فركز معايا مزيان شنو كان الجواب. وطبعا هذا الجواب اي مغربي حر غتسولو غيجاوبك نفس الجواب، جاوبها بسرعه وبتلقائيه. قال نحشم على اعراضي ونحط الساروت حيت هاد الناس اللي خرجوا في الاحتجاجات انا اللي خرجتهم. ولكن السؤال المطروح علاش لدابا الحكومه مازال مستمره ومبغاش تنازل؟ وسقوط الحكومه مرتبط بانهيار الحزب، ولكن خبايا اخرى ممكن تفرش واقع هاد الناس. بغيت رايك في التعليق. ممكن تكون شي حاجه اكثر من هاد الشيء اللي كنشوفه. ممكن انه يبان فساد سياسي كبير وتفرش امور داخل الدوله العميقه. الا وصلت حتى لهنا ما تنساش اعجاب ومتابعه القناه.